عباد الله، حديثنا اليوم عن الحب السامي الذي يتمثل في تلك الأفعال السامية والمواقف الصادقة، ذلك الحب الحقيقي الذي يكون بين الرجل وزوجته وبين المسلم وأخيه وبين مجموعة وأخرى. الحب السامي هو الذي يكون صاحبه صاحب كرامة ومبدأ ووفاء وإخلاص، صاحبه ذا قلب واع ومشاعر رقيقة، أفعاله تسبق أقواله، فمن فعله تشعر بالحب والحنان، يشارك حبيبه في كل وقت ويسانده في السراء والضراء. صاحب الحب السامي يسمو في حبه فيقطف أحلى الثمار وينال أطيب المنى. الحب السامي رسالة نوجهها لطائفة من الناس ممن يحبسون عواطفهم ويلجمون مدامعهم في التعبير عن صدق الوداد وسرائر الفؤاد لزوجاتهم، بل إن الرجل منهم ليستعيب أن يبوح بحنينه وأشجانه وأفراحه وأحزانه تجاه زوجته، اعتقاداً أن ذلك يعبر عن ضعف القلب ونقص المروءة وقلة المهابة، وهو اعتقاد خاطئ مخالف للشرع والعقل والسلوكيات الحميدة. الحب السامي رسالة نبعث بها لكل الروائيين والكتاب ليحيوا بأقلامهم روايات تاريخنا الراقية، وليغلبوا بأدبنا السامي النظيف أدب الغرب والشرق الفاحش، وليعيدوا قلوب شبابنا إلى حظائر الحب الحلال الجميل الهانئ. الحب السامي قصة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة بنت خويلد، فقد تزوج أبو العاص بن الربيع ابن خالته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو العاص قد منعته عزة وأنفة الجاهلية من متابعة حموه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعيدة عن والدها وأخواتها بعد هجرتهم لمكة. وتمر الأيام ويقع زوجها أبو العاص أسيرا في يد المسلمين بعد معركة بدر في المدينة، فتصبر وتحتسب المرارة والحزن عند الله، وتسمع عن فداء الأسرى فترغب في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، لكنها لا تملك المال بالرغم أنها ابنة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى. إن زينب لا تجد شيئا ترسله لفداء زوجها وفك أسره، لكنها تذكرت شيئا تفتديه به، إن عندها قلادة غالية على نفسها ولها ذكرى جميلة لا ينساها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، فترفع يدها إلى خلف رقبتها وتحل رباط قلادتها، ثم تبعث بها إلى والدها صلى الله عليه وسلم في المدينة، لعل هذه القلادة التي يعرفها أبوها صلى الله عليه وسلم ويتذكرها جيدا لعلها أن تحرر أسيرها. وذات يوم يصل إلى المدينة رجل يحمل مالا كثيرا لفداء بعض أهل مكة، ومع هذه الأموال قلادة مرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ عليه الصلاة والسلام تلك القلادة وينظر إليها فإذا به يعرفها، فتهتز نياط قلبه وهو يقلبها وتتعلق عيناه بها، فتحمله هذه القلادة بعيدا إلى زمن مضى، حيث مراتع الصبا وحديث الذكريات، حيث مكة الحبيبة، حيث خديجة وزينب. هذه القلادة لا يمكن أن ينساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها القلادة التي أدخلت بها خديجة ابنتها زينب على زوجها وابن خالتها أبي العاص بن الربيع حين بنى بها، فتعود برسول الله صلى الله عليه وسلم الذكريات إلى تلك الزوجة الموفقة التي طالما كانت تطمئنه وتسكن من روعه عندما كان يوحى إليه، فتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق،
يتذكر صلى الله عليه وسلم زوجته وأم أولاده، تلك الزوجة المباركة التي كانت تبشره وتقسم بالله تطمئنه: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر كل ذلك فينضح قلبه بالحزن ويرق لذلك رقة شديدة، ثم يلتفت لأصحابه الذين كانوا يشاهدون تأثره ورقته يقول لهم بعد رؤيته لتلك القلادة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليه الذي لها فافعلوا. فتأثر الصحابة بهذا المنظر وبمشهد الشوق والحب والحنين والذكريات، وقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع زوج زينب وردوا عليه القلادة: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، صلى الملائكة الذين تخيروا، والصالحون عليك والأبرار. عباد الله، الحب السامي بين الزوجين بسمة وصفاء يصنعه الحنان. الحب السامي حنين كنسيم جميل يبدع في نثر البسمات على صحائف الزمان وجوانب الحياة. الحب السامي حب فيه تضحية وفداء. بعد فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم بعض المشركين، وكان من ضمن من أهدر دمهم عكرمة الذي ما فتئ مع والده أبي جهل يعاديان النبي صلى الله عليه وسلم، يعاديان النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدان في إيذائه وتعذيب أصحابه والوقوف في وجه الدعوة. وبعد الفتح فر عكرمة من وجه المسلمين واتجه إلى البحر هاربا إلى اليمن، فجاءت زوجه أم حكيم بنت الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن عكرمة خرج إلى اليمن هاربا خوفا على نفسه من القتل، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ألحت عليه: هو آمن هو آمن. فخرجت بنفسها مخاطرة من مكة إلى سواحل تهامة تصعد الجبال وتطوي الأودية حتى أدركته وقد ركب البحر، فجعلت تناديه وتلح عليه وتقول: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك من النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت به تترجاه وتقنعه حتى رجع معها إلى مكة. فلما أقبل عكرمة مع زوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما دنا عكرمة من المسلمين وثبى النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فرحا بعكرمة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه وهو يقول: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. فوقف عكرمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فكانت زوجته سببا في إسلامه واستنقاذه من الكفر ومن عذاب النار وجحيمها. عباد الله، الحب السامي بين الزوجين تعيشه وتهواه النفوس الكبيرة والقلوب السليمة لما يحمله من مشاعر نبيلة، فبه تغفر الزلات وتشهر الحسنات ويسعد في الحياة. ومتى ما فقد فستضيق النفوس وتكثر المشكلات وتتأجج الخصومات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واستمعوا رعاكم الله إلى الأديب الشاعر عبد الله بن إدريس يخاطب زوجته ورفيقة دربه وهو على مشارف 90 وقد نالت منهما الأسقام. راح يخاطب زوجته وسيدة أمجاده وأم أولاده، يمدحها ويثني عليها ويدعو لها ويرجو لقاءها عند الكريم في جنات النعيم، فيقول لها: أأرحل قبلك أم ترحلين، وتغرب شمسي أم تغربين، لقد كنت لي سعد هذا الوجود ويا سعدنا بصلاح البنين، سلكنا سويا طريق الحياة وإن شابها كدر بعض حين، لقد كنت نعم الرفيق الوفي وأنت كذاك الرفيق الأمين، لك الحمد يا رب
أن صغتها خدينة دين وعقل رصين، تسابقني في اصطناع الجميل وتغبطني في انثيار اليمين. فيا زخة من سحاب رهيف ويا نفحة من سنى المتقين، حياتي بدونك حر وقر وأنت على صدق ذا تشهدين. وينفض سامرنا موغلا رحيلا إلى أكرم الأكرمين. رحم الله ابن إدريس ورحم الله زوجته وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. عباد الله، حتى تعيش عبد الله، حتى تعيش الحب السامي مع زوجتك، غض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله. لا تؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها أو سب أهلها. اجلس معها، حدثها واستمع لحديثها، تلطف معها ولاعبها وقدرها وراعي مشاعرها. لا تنشر سرها ولا تذكر عيبها، أحسن الظن بها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. صلوا وسلموا رحمكم الله.